ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه 10. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع. ما هي هذه الاستطاعة يا سادة؟ جل الناس الآن يعتقدون أنهم عباقرة وأنهم فلاسفة وأنهم أغنياء. من استطاع منكم الباءة؟ من الذي حل طريق الشباب حتى ذهبوا إلى مستنقع الرذائل، الزنا، شبكة الكابوتية، الانترنت، المصائب؟ من الذي دفعهم حتى صاروا في هذه الطريقة الخبيثة؟ بالذرية هو اللي كتسابات، لأن من التسجيل عنده واحد الشاب يريد أن يتزوج وأن يتقدم للزواج، فيطلب منه البقرة. هذه البقرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول له: احنا تلنا غادي نشريو، وخاصة العالم هذه اللي مريحين فيها تا هي راه ولات جديدة، كنتو اللي تجيبوها اللي بغا يتزوج. وعاد في قيس على ذلك القربة سيد، لعنة الله على من فعل ذلك. إنه فساد في الأرض. إن الاستطاعة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا سادة، والله نحن نتكلم ونضع هذا الإثم من فوق عاتقي ونضعه فوق أعناقكم، ستسألون أمام الله عز وجل على درهم صرفه الإنسان في فساد وفي حرام، لأن هذا قول الحق. إذا كنت تتقي الله عز وجل فيجب عليك أن تعلم أن الاستطاعة هو هذا الشاب أن يكون قادرا على أن يصرف على زوجته. نعم، هذا ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستطاعة التي أصبحنا الآن يطالبها الكثير من الناس، أقول متى يطالب به خاصك تجيب البقرة. علاش؟ لأنه باغي يذبح باش يجمع الناس في الليل يقرأوا القرآن الكريم طلبة، والغد في بلاصة طلبة شكون؟ خاص يكون الكواماجي. شكون؟ باش يستمتعوا النساء ديالك، ديالي وديالك وديال الآخر، حتى أصبحنا الآن نرى النساء الشريفات العفيفات الذين يصلون الجمعة نشاهدهم على شبكة الانترنت، شاب يصورهم لأنه يدعي أنه أخو العريس. يا حبيبي في الله جل وعلا، أنا أقول لك: كن غيورا ولا تكن ديوثا. كن غيورا ولا تكن ديوثا، لأن احنا ولينا نحب الغناء أكثر من القرآن، وأصبح الناس يحبون. من الذي منع المطر؟ ولولا البهائم لم يمطروا. واشت الأمثال في جريمة، وصح يا ربي لما رحمنا السوق واقف. شكون اللي يوقفوا؟ والله إلا التالي دايرنا هذه المصيبة بالله. لأن واحد في قوم موسى عليه الصلاة والسلام، واحد رجل واحد طلبوا موسى عليه الصلاة والسلام الغيث من السماء، فقال له: يا موسى رجل مذنب في قومك لا بد أن يخرج من قومك. وحنا لا جيت غدا لهنا لأنه تقل خو العريس وعم العريس ولد عمة العريس وخالي أنا وخال هاد الناس كاملين داخل لنا، وحبسوا الشباب ما يبقاوش يدخلوا الاختلاط، راه لا يجوز. والإنسان تأتي به وراه غلبوا الوقت، لا غلباتك المرة الله يعاون، اجي نصليو عليك وندفنوك. هاي كيفاش هاد الأمر هذا؟ ما يمكنش تكون فينا غير على دين الله، ما يبقاش عندنا الدين شكليات. احنا الدين ديالنا زوين، ولكن احنا اللي خربناه. من الذي خرب الدين؟ خربه الرجال السفهاء الذين لا يعقلون لا يعلمون لا يتقون الله عز وجل. ولولا البهائم لم يمطروا. والله خل نخرجوا 100 مرة نصلي صلاة الاستسقاء. خاصة نغيروا الواقع ديالنا الحالي، نعمل بالقرآن الكريم. كل إنسان يعمل منا قدر استطاعته، ونساهم في زواج الشباب، حتى إذا جاء شاب فقير ليس عنده كما جاء الشاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عنده شيء، فقال له: لا بد أن تعطيها صداق وهو الفاتحة، أن تقرأ عليه الفاتحة. وش المصيبة احنا اللي عندنا الآن؟ ثم أقول لكم
من الذي ساهم في إصلاح هذا الفساد؟ ساهمتوا فيه انتم اللي تترسلوا عيالاتكم لعند الناس اللي يديروا الفراجة. واش ما عندكش النفس ولا كيفاش؟ ورا مرتك تيتفرجوا فيها في الانتير يا سيدي، في الانترنت ادخل سير لعند شي واحد طلبو، انت ما تعرفش، سير لعند شي واحد طلبو قول لي ديال الاعراس وغادي تدخل غادي تشوف ربما تشوف شي ولاد عيسى غادي تسيب واحد عرس من ولاد عيسى من اللي يروح في الانترنت. يلا لا ما صديش ما نبقاوش حنا نتكلموا نهائيا. شكون اللي ساهم في هذا الامر؟ انت راسل الزوجه ديالك ولكن فين راسلها؟ ما نبقاوش نقولوا الفقيه تيقول وحتى انا تندير واحد الحجه عليك السي، راه ما جيتش انا نتعشى انا وجيت نقوم بالدور ديالي، العشاء انا نخليه في الدار. خاصك تعرف هذه الحقيقه وهذا الواقع، وكن غيورا ولا تكن ديوثا. اتق الله عز وجل لما تكن ليس فيك غيره على زوجتك فانت لست من امه رسول الله صلى الله عليه وسلم.